تعالوا بقى شوفوا كنافة الكريمة الأصلية وداعا لشرائها. أنا بقطعها قسما بالله قدامكم أهو، أول تقطيعة ليا أهي أهو، بسم الله أهو، عشان هي لسه طالعة سخنة دلوقتي من الفرن بتاعنا أهو. ورحمة الله. يوم جديد من سلسلة حلقات رمضان. النهاردة هنعمل كنافة رمضان بطريقة محترمة جدا جدا جدا، وداعا لأي طريقة تعلمتيها. جبنا الكنافة وقطعناها بالشكل القمر ده كده، وحطينا عليها ما يعادل 1 كوباية سكر، ونقلب السكر مع الكنافة. طب السكر ده ليه يا شيف؟ السكر ده عشان يجنس الكنافة وما تفكش مننا ويخليها تبقى ناعمة وقمر قمر قمر. بعد كده بننزل عليها شوية سمنة كده بلدي جمال خير بلدنا، وبندمج ده كله مع بعض. بنفضل ندعك بقى في الكنافة القمر دي اهو لما تبقى معانا مجنسة وجميلة وشكلها قمر. بنجيب احنا صينية مقاس 28، بنحط فيها شوية السمنة الجمال دول كده اهو. الكنافة بتاعتنا النهاردة هنعملها كنافة كريمة. كنافة نروح حاطين كده في ديل الصينية كده اهو اهو كده. عملنا اول طبق اهو. ومن نجاح الكنافه يا حضرات ان لازم تتقسم كويس قوي، يعني اللي احنا عملناه ده لازم نضغطه. طب نضغطه ازاي يا شيف؟ او الكيس عندنا كده ونجيب فورمه مماثله ونضغطه بالطريقه الجامده دي. ولو احنا عندنا حاجه نتقل عليها لمده ساعه يبقى شغل قمر قمر قمر. كريمه القشطه بتاعتي اللي هشتغل بيها جبت طبعا الطريقه عملناها قدامكم، ودي لما بردت ادتني القوام الجامد ده. دي القشطه بتاعتنا او كريمه القشطه. وزي ما قلت لكم عايزين تعلوا الدسم بتاعها علوه زي ما حضراتكم عايزين، هيعلى معاكم. طب احنا عايزين نحط هنا مكسرات، زبيب، اي حاجه حضراتكم عايزين تحطوها مفيش مشكله حطوها. طبعا الكنافه بالطريقه القمر دي كده. هناخد الكريمه بتاعتنا ونبتدي نوزعها على وش صينيه الايه الكنافه الصينيه الاولانيه. بس اهم حاجه ما نوصلش للحرف ده عشان لما نيجي نكبس تاني ما تلزقش مننا. شويه سمنه بساط عليها عشان تمشي معانا دي القشطه بتاعتنا بتاعت الكنافه الاصليه. سيبك بقى من اي حاجه بتتعمل شغل الموزاريلا بقى والشغل ده، لا 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 اهو دي الكنافه الاصليه. بنيجي هنا بقى على الحرف ده بنبتدي نعمل خيط كده عشان خاطر ما الكنافه الكريمه ما تسرحش مننا. وانا بقول لكم كملوا الفيديو للاخر ليه؟ الموضوع مش موضوع كنافه، موضوع خبره يا جماعه بنورثها عشان خاطر المهنه دي ما تنقرضش. والافتكاسات اللي شغاله اليومين دول في كل حته مخليه الطعم الاصلي خلاص راح من عندنا، كله افتكاسات وكله كلام فاضي. دي الكريمه الاصليه، الكنافه الاصلي اللي هي اتعلمناها في الفنادق والمحلات والمطاعم. تيجي احنا بقى الباقي كده من فوق على الوش كده بالراحه اهو، بنفرش اهو هنديها شويه سمنه من فوق بساط عشان احنا حاطين سمنه في الكنافه وسمنه من تحت. وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 160 درجه، تقعد معانا لحد ما تستوي، كل واحد حسب الفرن اللي عنده اهو. موضوع بسيط وجميل قوي 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 هندخلها الفرن وننتظر مع بعض القمر ده يستوي. كده خرجت من الفرن، هنحتاج نقلبها وهنشوفوا هنقلبها ازاي مع بعض. ده شكلها من فوق. هنكمل مع بعض سواها، ننزلها تاني في الصينيه بتاعتها اهي. بصوا القمر عامل ازاي، بسم الله. هندخلها الفرن تاني لحد ما تديني اللون اغمق من الحروف دي بشويه. بسم الله. وخرجت الكنافه بتاعتنا من الفرن. بصوا يا جماعه، تنزلي بقى بالشيره كده عليها على طول. لازم تسمع الطشه دي بتاعتها تعرفي ان المواضيع ناجحه اهي. ادي بقى شيره زي ما انت عايزه وغرقيها، وبعد 10 دقايق كده ولا 5 دقايق بنصفيها تاني وناخد منها بقى الزيادات بتاعتها. بس اهم حاجه الشربات ينزل كده يغرقها من فوق اهو تمام. هنسيبها بقى في الشيره دي او الشربات او العسل او السيرب لمده تلت ساعه او 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده هنصفيها ونقدمها بالهنا والشفا. بصوا تعالي هات الكاميرا هنا. بصوا بتعمل ايه؟ بتشرب اهي. كل بتشرب بتسحب معانا اهي. كل ده هتشرب معانا دلوقتي وهتبقى زي القمر. وننتظر مع بعض نغرفها ازاي ونقدمها لضيوفنا. خرجت معانا القمر من الفرن
وسقناها بالشيره وسبناها ترتاح زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل. دي كنافه الكريمه عملناها، كنافه الكريمه اصليه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشتركوا ونعمل شير الفيديو. ودمتم في امان الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. حلو يا حلو، تعالوا ننظف الشيخ.